السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. كلمتان: اسمعوا الأسرار والأنوار والرسائل. ومما رزقناهم ينفقون. مما رزقناهم، أولا المال ماله، العطاء عطاؤه، الهبة هبته سبحانه، هو الرازق. ينفقون يعني بعض ما أعطيناهم ورزقناهم ينفقون على الفقراء والمساكين والأيتام. أعطيناهم ووهبنا لهم فقط، ينفقون البعض، وهذا الذي ينفقونه يعود إليهم حسنات لهم وتكثير وتطهير، فالأجر محفوظ لهم، وهم الذين أنفقوا كانوا أنفقوا على أنفسهم. ومما رزقناهم ينفقون، من الرزق العلم، ينفقون العلم تأليفا وتدريسا وخطبا ومحاضرات. رزقهم الله العلم، كيف يكتمون العلم؟ الذي رزقه الله العلم وعلمه وفهمه وحفظه، ثم حفظ، لا تدريس ولا وعظ ولا خطابة ولا تعريف، ماذا يقول لربه يوم القيامة؟ كاتم العلم. مما رزقناهم ينفقون، أعطاه الله الجاه مثلا، صار مشهورا من الأعيان، له مكانه وحظوة، كيف لا يشفع للفقير، يشفع للمسكين، يشفع للمظلوم. ومما رزقناهم ينفقون، أعطاه الله منصبا مرموقا في الأمة. بمنصب هذا لماذا لا يشفع؟ يحكم بالعدل، يواسي، ينفع الفقير المسكين. ومما رزقناهم ينفقون، أعطاه الله رزق الكتابة مثلا، الخطابة، موهبة مثلا الفصاحة، الشعر، النباهة، كيف لا ينفق منها في خدمة الدين؟ الرزق يا إخوة عدة أنواع وفنون وأشكال، فانفق منه في سبيل الله يكون لك أجرا وثوابا وكفارة وطهارة وأجرا. انفقوا مما رزقكم الله من الأموال، من العطايا، من المنصب، من الجاه، من الشهرة، من العلم، من الكتابة، من الخطابة، من الفصاحة، تقبل الله منا ومنكم. هذا فقط في كلمتين من القرآن. إنه الكتاب العظيم، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جان العتق والقدم.